جت قصة على الخاص، وهاي القصة فاجأتني كلش، وتيقنت ماكو ثقة بعد، لا بالشباب ولا بالبنات. شلون؟ أنا قلت له. سولف له واحد السالفة، يقول نشر صورتي على ستوري، وورا ساعة دخل لي حساب، والحساب مال ولد، ويقول تعرفنا. كل من عرف عن نفسه، وهو طلع من نفس المحافظة اللي بيها أنا. يقول ورا فترة صارحني وقال لي أني مو ولد. قلت له شلون مو ولد؟ قال إيه أنا مو ولد، أني بنية واسمي كذا ومعجبة بيك، وخاف أقول لك أني فلانة وتروح تقول لأهلي. قلت له يابا أنت منو؟ يقول قالت له أنا فلانة بنت فلان، وأحبك وأريدك ومن زمان حبيتك وميت عليك. يقول صدقت وظلت علاقتنا مستمرة بيننا أنا والبنية. يقول أطلب منها صور تدزلي، تطلب منها صور أنزلها. يوم عن يوم قامت تطلب مني أشياء لا أخلاقية مني. يقول أنا تعجبت شلون هيج. قلت له نسعد اتصال نفتح كاميرا، وشنو تطلبيه أنا أسويه لك. قالت تمام. يقول فتحنا كاميرا على حسب الأصول، وراوتني نص وجهها، وأنا تيقنت بأن هي بنية صدق وتحبني. وراوتني شعرها. يقول ايش تطلب أسوي لها، ايش أطلب أنا أسوي لي. يقول آخر شي طلبت مني شي لا أخلاقي، نفذت إلها. ورا دقايق سدد الاتصال بوجهي، واختفت. أراسل أتصل يا معودة ردي، يقول اختفت. ما أعرف شنو السبب. ورا يومين أو أكثر ندق باب بيتنا، طلعت لقيت اثنين زلام جايين. إنه عمو وين أبوه؟ قلت لهم أبوي بالدوام أمور خدمة. قالوا أنت فلان بنام؟ قلت لهم إيه أني. يقول ما توقعت هيك سالفة وعلى مود البنية. قالوا هاي صورك وهاي محادثاتك. يقول قلت لهم إيه هاي أني. قالوا هذا الحكي إذا ما تريده يوصل لأبوك أريد منك كذا مبلغ. وصعدوا سيارتهم وراحوا. يقول ورا يوم يومين أكثر أقل راسلتني البنية نفسيتي، وقالت لي ايش طلبوا منك؟ يقول قلت لها طلبوا مني هيج مبلغ. يقول ردت علي البنية وقالت لي انطيني نص المبلغ اللي طلبوه منك، وانا بعد ما اخليهم يوصلون لك. يقول انا المبلغ اللي طلبته هي عندي. قلت لها تمام. نزلت لي المبلغ على حسب الأصول اللي طلبته هي، وراحت. ورا فترة هم رجعوا ونفس السالفة. قالوا مو قلنا لك إذا ما تدفع المبلغ وصل كلام لأبوك؟ وقلت لهم يابا البنية راسلتني وقالت لي انطيني نص المبلغ وأنا سد السالفة من يمي وما أخليهم بعد يجوك. قالوا لها وبعدك تسولف ويا بدنا، احنا نريد مشي وفصل.